والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول لكم أي حاجة يا حبايب قلبي، سمعوني الصلاة على النبي، زيدوا النبي صلى اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. وقبل ما أقول لكم احنا هنعمل ايه النهارده مع بعضينا كده، احلى لايك من ايديكم الحلوين واحلى اشتراك، تسلم لي ايديكم يا حبايب قلبي. يومكم كله هادي ونادي ومليان عليكم بالرضا ومن السعاده من رب العالمين، قولوا امين. ده هنعمل ايه معاكم يا حبايب قلبي؟ هنعمل بيض يا ست بسيطه، وعماله تقولي وصفه واكله وبتاع. بس احنا مش هنعمل البيض العادي بتاعنا اللي هو المسلوق العادي او المعمول بسمنه، لا، احنا هنعمل بيض هندخله في احسن مكونات، تيجي تحطيه قدام عيالك وقدام جوزك يفتح اجدعها نفس حبيبه قلبي. طب قولي لنا يا ست بسيطه، عندنا طماطم مقطعه حتت صغيره زي ما انتم ما شايفين، عندي فلفل زي ما انتم ما شايفين، فلفل ايه رومي على فلفل حامي، عندي بصل، عندي البيض بتاعنا انا جبته سلقته وقمت في معلقه سمنه بشويه زيت، وقمت مشوحاه بالمنظر ده، وقمت اسماه يعني بيضتين تلاتة بسم الله ما شاء الله. لما تيجي تعملوهم هيدوك كميه. طب يلا يا ست بسيطه، ايه تاني عندك بقى حبيبه قلبي؟ شويه بطاطس بايتين عندك متحمرين زي انا كده اهو، عندي شويه بطاطس ما عملتهاش، دول كانوا عندي بايتين في التلاجة، ندخلهم ما يضرش. يلا بينا ونشوف هنعمل ايه حبايب قلبي. حبايب قلبي اللي انا حمرت فيها البيض بتاعنا اللي فيها حتة سمنة وشوية زيت، هنزل في نفس الطاسة بمكوناتنا. ادي البصل واشوحه اهو يدبل معايا، انزل بالفلفل، وادي الفلفل بتاعنا هقلب برضو يدبل. هنزل بيه يا حبايب قلبي، هنزل بالطماطم، هنزل بقى يا حبايب قلبي بالطماطم بتاعتنا، هنزل بقى بالملح المتبهر الجميل بتاعنا. نزلنا بالطماطم وعليها شوية ملح، اسيبهم بقى دقيقتين تلاتة ياخدوا يدوا مع بعض كده لحد ما الاقي الطماطم دي دبلت، وانزل بشوية مية. انا نزلت يا حبايب قلبي بكوبايه صغيره ميه اللي هي كوبايه الشاي ده اهي، مليتها ميه ونزلت بيها، اسيبها بقى تقلب قلبه مع الخضار ده كله، واشوف بعد كده هقول لكم هنعمل ايه يا حبايب قلبي. مكوناتنا خدت غلوه. انا عندي بطاطس زي ما قلت لكم هي عندي ما عملتهاش. طب انت ما عندكيش خلاص، عايزه تعملي وتحمري شويه بطاطس وتحطهم عليها ماشي، عندك زي كده حطيهم، مش عايزه خالص خلاص. بعد ما مكوناتنا دي هتاخد الغلوه هتحط البيض. انا دلوقتي بقى عندي بطاطس فهنزل بالبطاطس وهقلبها دقيقتين بالظبط او دقيقه، واقوم نازله بالبيض. ادي البيض يا حبايب قلبي بدوبك بقلب، هو كده كده مستوي ومحمره وكل حاجه اهو، تقليبه واقفل واغرف لكم احلى طبق بيض الحلو الجميل يا حبايب قلبي، اللي ما خدش مننا حاجة واللي جددنا في أكلتنا فيه، وحاجة بايتة عندنا كمان دخلناها، ومن بيضتين تلاتة عندك بصوا بسم الله ما شاء الله. اوعي يا حبيبة قلبي تستقل حاجة عندك، وبقولك الحاجة أم الاختراع، وطول ما انت واقفة في مطبخك ابدعي وجددي، وأي حاجة مهما إن كانت قليلة عندك بتشغيل دماغك كده تخليها بسم الله ما شاء الله. أولهم الرضا من عند ربنا باللي ربنا اداهولك عشان تبدعي، وربنا سبحانه وتعالى عليه البركة اللي هيحطها لك في أكلك وفي مكوناتك يا حبيبة قلبي. طب يا ست بسيطة، ده ينفع ايه؟ فطار، غدا، عشاء، تعملي جنبي منه طبق جبنة بسم الله ما شاء الله اهو، بشوية خيار بشوية فلفل بحتة طحينة كده بحتة جبنة قديمة عندك، بحتة جبنة قريش. ايه تاني يا ست بسيطة؟ شوية بتنجان حلوين، شوية فلفل، شوية جرجير. ادي يا ستي الحبايب، ولا يكون عندك اي مشكلة في الاكل، اكلك عندنا بس اهم حاجة ما تطنشيش ما تكبريش دماغك، قومي واعملي وبعد كده تبقي تحكمي اهو بسم الله ما شاء الله. فطار، غدا، عشاء. طب يا ست بسيطة ده يكفي؟ هيكفي يا حبيبة قلبي بالرضا
وبإن شاء الله ببركة ربنا هيكفي. قومي وجربي واوعي تطنشي حبيبة قلبي. ألف صحة وألف هنا على قلوبكم يا رب. يومكم كله مليان بالسعادة وبالرضا من عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسونيش بأحلى لايك وأحلى اشتراك من إيديكم الحلوة حبايب قلبي، وبتعليق منكم ليا يكبر بخاطري يكبر بخاطركم ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.